السلام عليكم. هذا الفيديو غادي يصدمك في حياتك، وهذا كيف ما كيقولوا ستاج الوحش. هاد السيد هذا هدات ليه مرتو تليفون في العيد ميلاد ديالو. بما ان التليفون هداتو ليه الزوجه فهو تليفون غيكون عزيز عليه. خسر ليه الكونيكتور، ما بقاش كيبغي يتشارجا، فقال غنديه عند المعلم يقلب ويشوف شنو كاين في هاد التليفون، علاش ما بقاش كيبغي يتشارجر. ربما يكون مشكل في الكونيكتور. لكن المصيبه والصدمه الكبرى وهي هذا المعلم اللي غيحل هاد التليفون. كيف ما جا على لسانه انه 20 عام وكيزاول هاد المهنه هادي ديال اصلاح الهواتف وما عمرو طاح في هاد المشكل. راه عرفتي هاد الفيديو هذا راه الحماق نيشان اخر ما كاين في السحر، وغيصدمك. تابع معايا وشوف السحر فين دايرينه. راه ما يخطرش لك على بالك، انت كترد بالك من الواتساب لا تكون كتجسس، لكن هما راه دايرين لك جن اللي غيتجسس عليك. دابا غادي يحل التليفون، غيحاول انه يشوف السبب، لكن اجو تشوفوا معايا شنو غيلقى ملي غادي يقلب هاد التليفون. دابا التليفون راه تحل، وغادي يحيد داك الكابل ديال لافيشور. وشوف الصدمه، حسبي الله ونعم الوكيل. هنا قالوا له ضروري خصك تحيد هذا باش ما يتحركش لك لافيشور. ها الورقه، شو السحر فين محطوط. هذا هو السحر. ها شو الحجاب، كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا الحجاب. شو الحجاب فين حاطينه ليه. وهذا التليفون هداتو ليه الزوجه ديالو في عيد الميلاد. يلا اخر حاجه تتوقعها انهم يديروا لك في التليفون هي لقيناه في حوايج اللي مستحيل انها تخطر لك على بالك، لكن التليفون راه مستحيل انه يطيح لك على بالك. مزال نقولوا يحلوا الصباط ولا السبرديله ويديروه في الفراش ديالها من حدك انت كتمشى بها وكتعفط عليها والسحر كيتضغط عليه. ممكن انه يتحفر في الحيط ويدار من وراء الزليج. نعم ممكن انه يدار في ماكينه الصابون او لا يدار تحت الموتور ديال الثلاجه. لكن باش تليفون راه مستحيل انك تعتقد انه في شي حاجه، يستحيل. وديجا هو ملي بغى يحلو قال له ودي راه التليفون راه فايت محلول. لا اله الا الله.